السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناتي في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم ميني بيتزا بطريقة سهلة ومختصرة وبعجين كتجي خفيفة، وحتى الشكل ديالها كيجي رائع بزاف. إن شاء الله غتجربوا هاد الطريقة، غادي تولي هي الطريقة المعتمدة عندكم باش تحضروا بها ميني بيتزا. فغادي ندوزو مباشرة باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نبداو في أول شيء بتحضير العجين. غادي نحتاجو فيها كأس حليب دافي، نصف كأس ماء يكون دافي، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة سنيدة، نصف كأس ديال الفورص. غنخلط جميع المكونات مع بعض حتى ينسجموا. من بعد غنخلي الخليط من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقة حتى يضاعف الحجم ديالو. هنا الخليط من بعد ما ضاعف الحجم ديالو غنضيف بياض بيضة، اصفر خليته للدهن. غنضيف كذلك 3 المعالق كبار ديال زيت البلدية، وغنخلط الكل مع بعض. من بعد غادي نضيف 2 كيسان ونصف ديال الفورص اللي يكون مغربل، تكون نوعية جيدة. غنضيف نصف كأس ديال الفينو، غنضيف كذلك معلقة صغيرة ديال الملحة ومعلقة صغيرة ديال الزعتر. يمكن لكم تضيفوا اكثر من 2 كيسان ونصف ديال الدقيق، كتبقى على حسب النوعية. غادي نجمع العجين حتى نحصل على العجين اللي تكون كتلصق في اليد، ما تكونش قاصحه. ضروري القوام ديال العجين يكون خفيف كيلتصق في اليدين. صافي غادي نغطيها ونخليها حتى تختمر ويتضاعف الحجم ديالها. نخليو العجين تختمر وندوزو باش نحضروا الصلصه ديال البيتزا بطريقه سهله. عندي طماطم مقطعه، الكميه كتبقى على حسب البيتزا اللي غتحضروا. عندي بصله مقطعه شرائح، وعندي الفلفله حمراء مقطعه، وعندي 3 الفصوص ديال الثوم. غنضيف ليهم زيت الزيتون، ضروري يكون زيت الزيتون في هذه الصلصه ديال البيتزا. غنضيف معلقه ديال الملح، كنوضعها فوق النار اللي تكون مهيله، ما كنضيفش حتى قطره ديال الماء حتى كتطلق الطماطم والبصله الماء ديالها على هذا الشكل. هنا من بعد ما طابت عندي البصله والفلفله، زولتهم من فوق النار، خليتهم تبردوا وطحنتهم في الخلاط الكهربائي، صفيتهم. من بعد غنضيف ليهم شويه ديال زيت الزيتون، معلقه صغيره عامره ديال التحميره وشويه ديال الابزار. غنضيف كذلك شويه ديال الزعتر. غنخلط جميع المكونات مع بعض. من بعد غنوضعهم فوق النار حتى تغلى ليا غير شويه وتعقد ليا الصلصه. يمكن لكم تضيفوا معلقه كبيره ديال الطماطم المصبره، كتبقى اختياريه لهاد الصلصه. من بعد ما غلات شويه غادي نزولها من فوق النار. هنا العجين من بعد ما خمرات وضاعف الحجم ديالها. بالنسبه لمده الاختمار كتبقى على حسب الجو، بارد او سخون. اهم حاجه حتى يبان لكم الحجم ديال العجين ضاعف، ضروري خاصها تخمر مزيان. مباشره غادي نوضع العجين فوق سطح العمل وغادي نفرغ منها الهواء اللي تشكل فيها، وغادي نقسمها الى كرات تكون متساويه الحجم.
كنرش سطح العمل بقليل من الدقيق، ويمكن تعوضوه بالفينو. كيف ما كتشوفوا القوام ديال العجين خفيف، ومن بعد كنشكلهم كاملين الى كويرات اللي تكون متساوية الحجم. مباشرة غادي نوضعهم في صفيحة ديال الفرن، وغنخلي مسافة بين كل وحدة واخرى حيت مازال غادي نبسطهم. غادي نغطيهم وغنخليهم يرتاحوا للمرة الثانية. غادي نرجع للعجين اللي لقيته خمرات. غادي ناخد كاس، غادي نوضعه في الدقيق، وغادي نبدا نضغط على الكرات. ملي غنضغط في الوسط مزيان غيتشكل عندي ميني بيتزا. يمكن لكم تبسطوها بيديكم بالاطراف الاصابع، ولا بانت لكم ما مقاداش يمكن لكم تقادوها بيديكم بهذا الشكل. هنا من بعد ما بسطتهم كاملين غادي ناخذ صفر ديال البيضه وضعت فيها شويه ديال الصلصه ديال الصوجه، وغادي ندهن الاطراف ديال ميني بيتزا. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى ندهنهم كاملين. من بعد غادي ناخذ شويه ديال بافو وجنجلان، وغادي نزين بهم الاطراف ديال الميني بيتزا على هذا الشكل. من بعد عندنا نوضع في الحشوه، واول حاجه غندير هي الصلصه ديال البيتزا. غادي نوضعها في الوسط وغادي نوزعها بهذا الشكل. من بعد غادي ندير جبن ديال الموتزاريلا. يمكن لكم ديروا خليط ديال الاجبان اللي متوفر عندكم. وبالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه، انا درتها اقتصاديه. شويه ديال الطون والفلفله الوان، بصله مقطعه شرائح، وشويه ديال الزيتون اسود. تقدروا ديروا اي حشوه كتفضلوا او اي حاجه متوفره عندكم. يمكن لكم ديروا صدر الدجاج او الكفته، كيبقى على حساب الرغبه ديالكم. من بعد غنضيف شويه ديال الزعتر وقليل من زيت الزيتون. صافي غادي ندخلهم الفران اللي يكون سخون من قبل على درجه حراره تكون مرتفعه، يكون شاعل من الفوق ومن التحت. كنخليه ديما على اعلى درجه حتى كيتحمروا من الفوق ومن التحت، ما كياخذوش وقت كتير. ضروري تردوا البال في الطياب باش يجيكم خفاف وزوينين. الفران يكون سخون مزيان. الا درتوهم على نار مهيله غادي يجيوكم قاصحين وما غاديش يجيوكم خفاف. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني بيتزا من بعد ما طابت وخرجت من الفران. كتجي خفيفه، ما كتجيش غليظه بزاف، بعجين اللي هي سحريه. ضروري تردي بالكم في الطياب باش تجيكم خفيفه وما تجيش قاصحه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم جربوها وتنال الاعجاب ديالكم. غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. كتجي اكثر من رائعه، وكتجي العجين خفيفه ما كتجيش غليظه بزاف. الا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعوني باللايكات والتعليقات. بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم اي جديد. خليتكم في رعايه الرحمن الى وصفه جديده وفيديو جديد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.